ايه؟ قولي كده تاني. انت ساعدتي في بنى البيت اللي انت عايشه فيه ده؟ امم انت اللي بنيتيه اساسا، مش ساعدتي فيه. اه، اتذليتي شويه، اتهنتي حبتين. يا سلام. انت كنت بيتزعقلك في الشارع، بتتهاني في الشارع كمان قدام الناس؟ اه، كان بيتكسر بخاطرك. يعني استحملتي شويه ذل واهانه؟ يا نهار ابيض، ده انت كنت بتنضربي بقى. حبه بوكاس على حبه شلاليت. اه، وايه تاني؟ قولي كده تاني، حصل ايه معاكي؟ عمرك كله ضاع وفي الاخر فراغ سابك. ايوه ايوه، انتي والعيال. اه. طب يعني انتي دلوقتي خلاص، يعني بلا راجل، معلقة وبلا راجل، وبتتعاقبي وبتتحاسبي وبنيتي وعملتي كل حاجة. طيب، عايزة ايه؟ يعني بتقولي ان كل ده ضاع؟ اللي انتي عملتيه ده كله ضاع؟ لا، ما ضاعش. تعالي بقى هنا. مفيش عندنا حاجة بتضيع. احنا ما فيش حاجه بنعملها وبنرميها البحر، زي ما بيقول لك اعملي الخير وبيرميه البحر. لا، احنا الخير بتاعنا ما بيترماش البحر. احنا الخير بتاعنا موجود. كل اللي انت عملتيه موجود ومحسوب لك، وانا اقوله لك من القران، عشان احنا ديننا ما فيهوش اعملي الخير واسكتي. لا، ده انت هتعوضي عليه وهتجازي عليه دنيا قبل الاخره. اسمعي معايا الايه دي يا ست الكل عشان تعرفي انت هيكون عوضك ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه ايه؟ قولي الجزاء الاوفى. يبقى احنا كل حاجه عملناها ولو بسيطه ولو صغيره هنتجازى عليها، لان ده سعينا. احنا ملناش دعوه بالنتيجه. يعني احنا مش هنتحاسب على النتيجه، لكن هنتحاسب على السعي. يعني احنا هنجتهد. مفيش حد بيخش اي مشروع الا بينتج فيه وبيحاول فيه وبيبني فيه. فانت الجواز ده كان مشروع، فانت لما دخلتي المشروع ده انتجتي، بنيتي البيت، ضيعتي عمرك واستهلكتيه وممكن فلوسك، ضيعتي شبابك عشان عايزه البيت ده يستمر. كون بقى ان النتيجه طلعت عكسيه، ده مش ذنبك، ده ذنب اللي عمل فيكي كده. اما انت عليكي السعي، وربنا يقول لك ايه في الايه الكريمه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. فانت سعيتي، السعي ده هتلاقيه. وربنا يختم لك الايه يقول لك ايه؟ ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فاهمه يعني ايه الجزاء الاوفى لما يكون من عند ربنا؟ وتعالي اقول لك على حديث نبوي كده جميل هيخليكي ترتاحي. ادعوا لي ربنا يشفيني. لما انت تعملي كل ده وحديث النبوي يقول لك ايه؟ استريحي. ده حتى لما ربنا يعني هيتلقى وديعته واحنا يعني هنموت، يقول لك الحديث النبوي ايه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه من بعده، وعلم ينتفع به. طيب انت عملتي ايه في حياتك؟ عملتي التلاتة. هتلاقي عندك ابن او بنت، مقصود بولد صالح ابن او بنت او اي حد، حتى لو ما كانش فيه اولاد ممكن يكون انت عملتي جزاء في عيل، ابن اختك، ابن جاره، مش لازم يكون ابنك. هتلاقي ان انت عملتي كده، ان شاء الله هتلاقي صدقه جاريه. ايوه، انا اشتغلت على نفسي وانا كنت بصرف على بيتي وعلى اولادي، وده يعتبر صدقه جاريه. خدي بالك، انا جوزت البنت ديت، انا علمت الولد ده، دي صدقه جاريه. وعلم ينتفع بيه. انت لو قعدتي مع اي حد من اولادك وعلمتيهم، لو التشهد في الصلاة علمتيهم ان هم يصلوا السنن، علمتيهم ان هم يقولوا ورد قرآني يومي، علمتيهم ذكر من اذكار الله، قعدتي ذاكرتي مع العيل، ده لوحده علم ينتفع بيه. فاطمني، انت ليكي ثواب، انت ليكي عوض في الدنيا والاخره. يحصل فيكي مهما يحصل، تتظلمي مهما تتظلمي، انت سعيتي وربنا هيجازينا على السعي. ملناش دعوه باللي بيحصل بعد كده، احنا هنتجازى على السعي وملناش دعوه بالنتيجه.
ادعوا لي ربنا يشفيني، عشان انا تعبانه شويه ومش قادره اعمل فيديوهات، بس الحمد لله على كل حال انا بتحسن. الفيديو ده صدقه جاريه على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا غاده اتمنى لكم السعاده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.